السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل فيه القطايف زي اللي بنشتريها من بره بالظبط، مقرمشه من بره ومن جوه طريه ومحشيه. هنعملها بكل سهوله واسهل بكتير ما تشتريها من بره. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. بس الاول لو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس وما تنسيش اللايك. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف عملناها ازاي. في شفشق الخلاط احط كوبايتين دقيق، اي مج بقى تعايري بيه كل المقادير، كوبايتين دقيق، واحط عليهم معلقتين من السميد، وده اختياري، السميد بتاع البسبوسه، وحطيت عليهم نص معلقه صغيره ملح ونص معلقه صغيره بيكنج باودر، وكمان معايا نص معلقه صغيره خميره مش اكتر من كده، ده كيس فانيليا برضو اختياري، وحطيت 3 معالق زيت. احط بقى عليهم كوبايتين وربع ميه، هحط في الاول كوبايتين وربع، لو احتجت ميه هحط تاني. اضربهم بقى كويس في الخلاط، وبعد كده احتجت معلقتين ميه كمان حطيتهم. بس كده اصفيهم، لازم اصفيهم طبعا بمصفى عشان خاطر اتاكد ان ما فيهمش اي كتل ولا اي حاجه، كله ينزل كده من المصفى عشان خاطر تبقى ناعمه معايا. اسيبها بقى تخمر شويه كده حوالي نص ساعه مش اكتر من كده، عشان خاطر ما يبقاش فيها كده، ما تبقاش الفراغات بتاعتها كبيره. لو في الصيف هسيبها 10 دقايق بس. دلوقتي خلاص عدى كده حوالي نص ساعه. حطيت بقى طاسه على نار، المهم تكون سخنه، اسخن الطاسه كويس. لو عايزه ادهنها زيت ماشي او ما دهنهاش، انا دهنتها مره واحده زيت لقيتها هتحمر مني فما دهنتش تاني. ما تحطيش زيت خالص. اول ما تلاقيها كده نشفت معاكي وبخرت كده تطلعي على طول. انا حطيت مره واحده زيت لقيت قعرها يتحمر فما حطيتش تاني. خليها بيضه معاكي عشان تعرفي تحمريها كويس في الزيت وتبقى ناشفه ومقرمشه. هتلاقي العجين بيطلع كده منها وتلاقيها بتطلع بخار كده، خلاص استوت. العجين بيروح شويه بشويه كده، الفراغات بتاعتها صغيره وشكلها حلو، مفرغه كده نقط صغيره مش فراغات كبيره. لو هي بقى زادت قوي وخمرت منك كتير هتلاقي الفراغات بتاعتها دي واسعه قوي. في الحاله دي اضربيها تاني في الخلاط شويه عشان خاطر تضيعي الخمر اللي فيها ده. احط بقى على طول، ممكن تحطي في شفشق وتنزلي منه او بكوبايه باي حاجه. انا بحط بالكبشه كده على طول، اهم حاجه تكون ليها بوس كده عشان تنزل بيها. انا بعمل كل المقاسات عادي، احنا نعمل الكبيره والصغيره مش فارقه بقى، بحط كل المقاسات عادي مع بعض. شايفين الفراغات بتاعتها نقط صغيره كده، دل على انها مظبوطه مش خمره جامد ولا حاجه. هخليها طريه، مش لازم احمرها. اول ما الاقيها هي دوب شد كده ونشفت من العجين اطلع على طول عشان خاطر تلزق معايا لما اجي احشيها. وطبعا لازم احطها في قلب فوطه واغطي بالفوطه التانية. احاول ان انا مسيبهاش تتحمر، لان كل ما بتكون بيضة بتاخد معايا وقت في الزيت وده بيخليها مقرمشة وطعمها حلو. اول ما تبخر كده اشيل على طول كده، جميلة جدا طرية خالص، ويدوب صفر بسيط قوي من تحت، يدوب القعر بتاعها يبقى اصفر بسيط، تبتدي تنشف كده وتطلع البخار اطلع على طول. مش بتاخد معايا وقت، يدوب 10 ثواني بالظبط بتكون نشفت كده. بدام الطاسة معايا سخنة، وطبعا النار ما تكونش واطية قوي، النار تكون اعلى من المتوسطة بشوية. بلاقي الفراغات بتاعتها بقى بتظهر كده، والعجين بتاعها ينشف كده والبخار طالع منها، بيكون خلاص استوت. شكلها حلو جدا، لونها حلو قوي، والعجينة طرية وطعمها جميل جدا. عملت بقى كده شوية في الاخر كلهم حجم كبير في نص الطاسة بس كده، عشان اضمن ان هي تكون مدورة مش تنزل مني لو البوتاجاز مميل شوية ولا حاجة. اول ما تنشف كده اطلع على طول عشان تكون طرية معايا وتلزق. طبعا لازم اغطيها على طول. الحجم الصغير طبعا بيكون احسن كمان، الصغيرة دي بتكون محشية كده، بتكون احسن تتاكل على قطمة واحدة، احسن كمان من الكبيرة. بس احنا عملنا كل الاحجام. تبتدي تخرم كده معايا، واول ما تبيض بقى خالص العجين يروح منها اشيل واطلع على طول كده، خلاص اشيل واطلع على طول. بس كده خلصنا كده الكمية كلها، ما خدتش معايا وقت، بالظبط ربع ساعة على البوتاجاز كنت عاملة كل الكمية. كمان تقدري تحطي اكتر من طاسة، مش هتاخد معاكي اي وقت، او ممكن كمان تعملي في صينية كبيرة من بتاعة الفطير دي، هتاخد كمية كبيرة جدا على طول على عين البوتاجاز. اهم حاجة ما تخليش النار هادية قوي، لان النار هادية هتاخد معاكي وقت وكمان هتنشف. لازم النار تكون عالية، او يعني اقل من العالي شوية، فوق المتوسطة شوية عشان خاطر تستوي بسرعة وما تنشفش. كده خلاص خلصت الكمية كلها، طبعا خلصت بسرعة جدا وعملت كمية كبيرة. شكلها حلو قوي، احسن من الجاهز ده كمان. تتلزق معايا سهلة طرية جدا، مش بتتكسر معايا ولا حاجة. تقدري بقى تعمليها بس كده وتحمريها في الزيت، وبعد كده تحطي فيها كريم شانتيه او تحطي فيها قشطة زي ما انت عايزة. انا هحشيها كلها بالمكسرات، لان ما تنفعش طبعا تشيليها في الفريزر وهي كده، لازم تحشيها الاول وبعدين تشيليها.
ما ينفعش تحطيها كده في الفريزر، احشيها وبعد كده فرزيها في اطباق في الفريزر عشان تفضل معاكي طريه. احشيها وتلفي الطبق كويس او تحطيها في كيس تلاجة وتقفليه كويس عشان خاطر طبعا ما يدخلهاش تلج ولا اي حاجه وتتفرز، ده عادي. لكن لو اتشالت زي ما هي كده هتنشف وتيجي تحشيها بعد كده تتقطع منك ومش هتتحشي. يبقى الاسلم ان انت تحشيها كده الاول وبعد كده تعينيها في الفريزر. سهله جدا وطريه جدا، بتحشي بكل سهوله. كده خلاص خلصتها كلها، حشيتها كلها، كل الاحجام موجوده فيها بقى كبيره وصغيره مش فارقه. دلوقتي بقدر افرزها على كده، لكن انا هقلي منها شويه. عملتها الاول الشربات، دي كوبايه سكر، حط عليها كوبايه الا ربع ميه وعصره ليمونه واحطها على النار تغلي، ولما تغلي هدي نار او اخليها متوسطه لمده 5 دقايق بس مش اكتر. دلوقتي بقى احمر شويه في الزيت، حطيت زيت يعني يكون غزير شويه، مش حبه صغيرين قوي عشان خاطر تتحمر كويس. والشربات بعد ما برد شويه حطيته في طبق عشان يهدى اكتر. احط بقى القطايف تكون غصانه كده في الزيت عشان تتحمر كويس، وخلي النار متوسطه متخليهاش عاليه قوي عشان خاطر تاخد وقتها كده في السوا وتكون مقرمشه. لو انت عايزاها طريه علي النار، هي كده كده مستويه. عايزاها طريه علي النار هتحمر بسرعه. انا مخليه النار متوسطه، بنحبها تكون مقرمشه، بتكون طعمها حلو. اطلعها بقى في الشربات واسيبها كده 5 دقايق في الشربات عشان تشرب من الشربات. ممكن ترشي عليها سكر بودره برضو، لو مش عايزه تحطيها في الشربات ترشي عليها سكر بودره. سبتها شويه كده، طبعا لونها حلو قوي، احمرت ومقرمشه، طعمها حلو ولونها حلو قوي. قلبتها شويه بقى، سبتها حبه في الشربات على ما عملت مره كمان. لونها حلو جدا، احلى من الجاهزه كمان بكتير. ممكن تحشيها بقى اي حشوه انت عايزه، ممكن تحشيها حادق، تحشيها لحمه مفرومه، مش شرط تكون مسكره، يعني ممكن تحشيها جبن او لحمه مفرومه. دي متحمره كويس ومقرمشه لاني محمراها على الهادي، مقرمشه خالص، طعمها حلو جدا. لو انت عايزه طبعا طريه بتحمريها على العالي وتسيبيها اكتر في الشرب، بتكون حلوه قوي لما تحمريها وتتاكل وهي سخنه كده على طول، بتكون طعمها حلو قوي، احلى ما تعمليها وتتركي. طبعا معلقتين السميد اللي فيها برضو بيديها قرمشه شويه، ممكن على فكره تشيلي السميد عادي وبرضو بتكون حلو. بس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.